بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي حدوته مصريه سهره الخميس، ارحب بحضراتكم معنا لقاء اسبوعي متجدد اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه الجديده على هون مباشره نلتقي والسهره الثقافيه حدوته مصريه. لقاءنا النهارده لقاء يعني اعتقد لقاء مهم جدا جدا. هنتكلم عن شخصيه ادبيه كبيره جدا جدا. الحقيقه هي بصمت في عالم الادب، وكان لها دور كبير جدا في الادب والكتابه الادبيه. الحقيقه يعني بيلقب بشيخ الحكائين، واحنا الحقيقه عملنا في حدوته مصريه اكثر من حلقه عن الكاتب والروائي الكبير الاستاذ خيري شلبي، وهو في ذكراه طبعا. الحقيقه هو توفي في 9 سبتمبر عام 2011. ولو كلمنا عن خيري شلبي ممكن نتكلم حلقات وحلقات نظرا للقيمة والقامة السامقة لهذا الأديب الكبير خيري شلبي. هنتكلم عن محطاته الأدبية، هنتكلم عن مشواره الأدبي. يعني هذا الرجل يعتبر علامة الحقيقة من علامات الأدب المصري والأدب العربي عموما، لدرجة أن مؤسسة ثقافية من أكبر المؤسسات الكندية الثقافية يعني في كندا رشحته لنيل جائزة نوبل الحقيقة، وهو فعلا يستحق. كتب أكثر من 70 مؤلف. الحقيقة هنتكلم عن هذا الروائي الكبير باستفاضة وعلى مدار الساعة زهاء الساعة وأكثر من خلال هذا اللقاء، هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا حدوته مصرية. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين نروح لفاصل عن خيري شلبي، ثم نعود بحضراتكم ونستقبل ضيفنا العزيز. فإلى اللقاء. يلا بينا. وصف بأنه مؤرخ طبقة المهمشين، وقيل عنه أنه صاحب الوتد وصانع الدهشة. هو الكاتب المبدع الذي يشمل كل ما سبق من أوصاف. كتب عن المهمشين وكتب عن الحياة بكل جوانبها ومظاهرها السياسية والاجتماعية. قال عنه نجيب محفوظ في حوار له: كيف أكتب عن القرية ويوجد بيننا خيري شلبي؟ تنقل صبيا بين عدد كبير من المهن، فقد عمل نجارا وحدادا وصبي مكوى وخياط وبائع سريح في الإسكندرية وبائع في محل، ثم عمل قمسيونجي. وقد شكلت تلك المهن المختلفة ملامح قلمه وكتاباته، ونسجت له عوالما من الدهشة المتنوعة تناولها في كل ما كتب من أعمال. استطاع أن يطلع على ما خفي من أسرار الشعب وحكاياته، كما شكل علاقة بطبقة عمال الزراعة اليومية فقربتهم من الفلكلور الشعبي المصري، وتزود من خلالها بالسماد الفني في كل ما كتب. يقول عنه النقاد أنه واحد من أهم الكتاب الذي دنا من المسكوت عنه في الكتابة الأدبية. رشحته مؤسسة امباسادور للحصول على جائزة نوبل في الآداب، ولم يعلق هو آمالا كبيرة على ترشيحه، وقال وقتها أن محفوظ يستحقها. عمل فترة طويلة كاتبا للسيناريو، وتخرج في معهد السيناريو في أول دفعة له، وشارك في الكتابة الدرامية لبرنامج حياتي، وأعد قصصا للإذاعة ما يقرب من 1000 مسلسل إذاعي لصوت العرب والبرنامج العام. كان حلمه أن يكون كاتبا مسرحيا، ولم يحدث حين ضرب المسرح المصري في السبعينيات. وقد أدرك مبكرا أن كتابة السيناريو ليست طريقة، وأن عليه أن يشارك معه آخرون في إخراج عمل لا يستطيع أن يقوم به بشكل فردي. في رواية الوتد عرضوا عليه 4 سيناريوهات لم تعجبه، فقرر أن يكتب هو السيناريو بنفسه لمدة 1.5 عام، وجاء عملا ناجحا باهرا، لكنه لم يستطع الاستمرار في كتابة السيناريو. هو من مواليد شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ، وانتقل طالبا في المرحلة الإعدادية إلى مدينة دمنهور، لكنه لم يواظب على الدراسة حتى طرده والده من البيت، فانتقل إلى القاهرة ل10 سنوات قبل أن يعود للقرية، وقد عرف طريقه باحثا وكاتبا كبيرا. قدم للمكتبة الأدبية العربية مئات الأعمال الأدبية والروائية: لحس العتب، صالح هيصة، الوتد، الشطار، الأوباش،
وكالة عطية سارق الفرح، كما قدم أكثر من 1000 بورتريه عن 1000 شخصية مصرية وعربية كبيرة، وقدم بحوثا عن محاكمة طه حسين ونجيب سرور وفؤاد حداد ودراسات نقدية في النقد الأدبي. وقد تحول من أعماله للسينما الشطار وسارق الفرح، وللدراما التلفزيونية الوتد، الكومي، ووكالة عطية. يقول هو دائما أن الكتابة ليست مجرد تسويد للورق، لكنها عملية إبداعية مرهقة ومهمة جدا في تاريخ البشر، ويرى أن العمل الروائي ككل رمز، وأن الشخصيات الروائية ليست مخترعة ولكنها مستقاة من الواقع الذي تعيشه. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين إلى الهواء، وهذه الحلقة من حلقاتنا حدوتة مصرية. زي ما قلت لحضراتكم خيري شلبي حدوتة مصرية كبيرة، يعني هنتكلم باستفاضة عن هذه الشخصية الأدبية العظيمة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم أستاذ الدكتور محمد سيد علي عبد العال، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة العريش. أهلا بك يا محمد. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. شرفتنا ونورتنا. أهلا بك. مصر كلها بخير والأمة العربية بخير. يا مساء، كل سنة وحضرتك بخير. خيري شلبي، يعني من أين نبدأ في خيري شلبي؟ يعني خلينا بقى حضرتك يعني نفتح بقى الحوار. واللي حضرتك يعني عايز نبدأ بيه مشواره، بداياته، يعني ازاي هو يعني في مشواره الإبداعي ده بدأ ازاي، من خد بإيده، من الشخصيات اللي تأثر بيها، كل بداياته يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نقول في هذا المقام إن خيري شلبي يعني يكاد يكون هو الوجه الثاني لنجيب محفوظ. فعلا. يعني إذا أردنا أن نقول إن مصر يعني أنجبت شخصيتين أدبيتين عظيمتين، نقول هناك وجه اسمه نجيب محفوظ يمثل المثقفين والمدينة، رسم المدينة رسما إبداعيا عالميا سيبقى مئات وآلاف السنين، لأن نجيب محفوظ سيظل هو نجيب محفوظ عميد الرواية العربية الذي يعني رسم دخائل الشخصيات ورسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى رسم السلوك الإنساني وسيكولوجية الإنسان المصري والعربي، واستطاع أن يتوقع ويستشرف المستقبل. ولن أستغرق في الكلام عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ طبعا يحتاج يعني حلقات وحلقات، وقد يعني تشرفت بالجلوس مع سعادتك في حلقة سابقة عن نجيب محفوظ. أما خيري شلبي هو الوجه الثاني، بمعنى أنه مثل حياة الريف، وهي الحياة التي لم يخترقها نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يمثل وجه الرواية العربية في شكلها الغربي، إن الرواية بنت المدينة، الرواية تمثل حياة المدينة والمدنيين والموظفين والمثقفين، يعني الفئات المختلفة دي، الأخلاط المختلفة، ولكن في فئة المدينة. نجيب محفوظ هو كاتب المدينة، أما خيري شلبي فهو كاتب القرية، كتب القرية المصرية، حياة عمال الترحيل، حياة الفلاحين، البسطاء، المهمشين، العمال بكل طوائف العمال والمهمشين. ولذلك يعني سمي خيري شلبي سفير المهمشين، سمي الحكاء الشعبي، سمي أديب الحواري والنجوع، سمي صوت البسطاء. وإن كنت أنا يعني خيري شلبي لقب بألقاب كثيرة جدا متصلة بالهامش، فأنا أقول إن خيري شلبي ربما تكون أصدق تسمية له من وجهة نظري هو أن يكون كاتب النيل. كاتب النيل بمعنى عندما لقب حافظ إبراهيم في مقابل أمير الشعراء أحمد شوقي بأنه شاعر النيل، على أن أمير الشعراء أحمد شوقي مثل حياة القصور، حياة الوجهاء المثقفين، الطبقة الأرستقراطية يعني. كان حافظ إبراهيم يمثل حياة الشعب المصري، حياة الشارع المصري، نبض الفلاحين والبسطاء، نبض الشعب المصري بجميع طوائفه، ولذلك أطلق عليه شاعر النيل، مع أنه لم يكتب قصيدة واحدة في النيل، بالعكس الذي كتب القصيدة في النيل هو أحمد شوقي. صح. هنا أيضا نقول هذه العلاقة متمثلة في النثر في نجيب محفوظ وخيري شلبي. نجيب محفوظ يكاد يكون هو وجه آخر في النثر
لأحمد شوقي أمير الشعراء، وفي المقابل يكاد يكون خيري شلبي هو الممثل الشعبي وكاتب النيل كحافظ إبراهيم. ده توطئة مهمة جدا يا دكتور محمد، لأن هذا هذه الرجل الشخصية يعني. وإذا أردنا أن نقول مثلا بمعنى أو يعني على طريقة الأبحاث العلمية يقولون الكلمات المفاتيح، يمكن أن نجعل هناك 5 كلمات هي الكلمات المفاتيح لعالم الكيوردز يعني. الكيوردز لعالم خيري شلبي. نقول مثلا أول حاجة سيرته. هذا الرجل سيرته تجمع بين الحقيقة والفانتازيا. سيرة خيري شلبي نفسها يمكن أن تستمد منها عشرات الروايات، لأن هي سيرة فعلا سيرة روائية. سيرة خيري شلبي وحياته نفسها، سيرته الذاتية. الأمر الثاني هو السيرة الشعبية. السيرة الشعبية خيري شلبي يعني يكاد يكون حافظ السير الشعبية حتى تمثلها وصار جزءا منها وصارت جزءا منه. الأمر الثالث هو مصر. خيري شلبي معجون بالطينة المصرية. يعني لو أردنا أن نقول هناك كاتب يمثل حياة المصريين وحياة البسطاء وملح الأرض فهو خيري شلبي. الأمر الرابع أو الكلمة الرابعة كلمة التراث. خيري شلبي هضم التراث وامتصه امتصاصا كبيرا جدا. قرأ التاريخ وبخاصة تاريخ المقريزي، تاريخ ابن إياس، تاريخ الجبرتي، تاريخ السيوطي، تاريخ الصفدي. قرأه قراءة جيدة جدا وامتصه، واستطاع أن يستوعب لب الشخصية المصرية وأمسك بتلابيب الشخصية المصرية من الداخل. الأمر الأخير هو المهمشون. خيري شلبي استطاع فعلا أن يعيش واحدا من هؤلاء المهمشين، فهو نفسه اشتغل بكل أعمال المهمشين. اشتغل بائع سريح، يدخل زي ما سمعنا في التقرير كده بائع سريح. وبائع سريح، وكان له أشياء لطيفة جدا إنه كان بيبتكر بعض الأشعار الزجلية. وهذه الأشعار الزجلية كان يبتكرها مثلا في الإسكندرية، يخرج بها إلى المترو أو إلى الترام في الإسكندرية، ثم إذا زار القاهرة بعد سنة وجد هذه الأغاني انتقلت القاهرة مع الباعة السريحة، لأنه كان شاعرا شعبيا وشاعرا عاميا وزجالا وشاعرا في أول حياته. أيضا اشتغل ببعض الأعمال اليدوية، المهن اليدوية كثير جدا لصيقة جدا. يعني اشتغل ترزي، ولذلك عمل رواية العراوي. والعجيب جدا أنه هذه الرواية كتبها بعد ما كان له 5 كتب، وكان كاتب مشهور جدا، ولكن لم يجد ما يكفي بيته بعد الزواج، فاضطر للنزول إلى العمل في مهنة يعرفها. سبحان الله. فاشتغل ترزي، أيضا اشتغل حداد، اشتغل نجار، بائع سريح، أعمال يدوية كثيرة جدا. ولذلك هو قال أنا الكتكوت الفصيح. إذا أراد كل صانع في مصر أن يعني هو قال عن نفسه الكتكوت الفصيح. إذا عامل الترحيل إذا أراد أن يعبر عن نفسه فأنا قد أعبر عنه أفضل منه، لأني اشتغلت في المهنة فيها وأعرف. فجمعت بين الأمرين، أن أنا قمت بهذا العمل وأستطيع التعبير عنه. إذا أراد الفلاح البسيط أن يعبر عن نفسه، أنا أكثر منه قدرة في التعبير عن حياة الفلاح البسيط. إذا أراد الصانع سواء حداد أو سباك أو نجار أو أستطيع أن أقوم بهذا. وذلك كان يسمي نفسه الكتكوت الفصيح. بهذه الكلمات ال5 يمكن أن نحيط بعالم خيري شلبي. إذن هناك كلمات 5 يعني أعيدها: سيرته، السيرة الشعبية، وكان ينظر إلى السيرة الشعبية أو السيرة الشعبية كلها على أنها سير مصرية مكتوبة بالروح المصرية وتمثل الشخصية المصرية، والأشعار التي فيها أشعار فيها روح مصر وفيها حياة المصريين على مختلف الأجيال بتاريخ مصر كلها. أيضا روح مصر العظيمة المتجسدة من أول التاريخ الفرعوني إلى مصر الحديثة المعاصرة، التراث المصري والعربي. وهناك أصداء كبيرة جدا للتراث، موسوعة. يعني هو خيري شلبي يمثل مكتبة عربية كاملة مستوفية، وكتب في كل أنواع الأدبية. كتب في الرواية، كتب في القصة القصيرة، كتب في فن البورتريه، كتب في فن المقال، كتب في المسرح، ألف الإذاعة، كتب السيناريو التلفزيوني، كتب السيناريو الإذاعي، اكتشف مجموعة كبيرة جدا من المسرحيات، أكثر من 200 مسرحية.
أعد برامج للإذاعة، أعد برامج للتلفزيون، يعني تقريبا كتب في كل الأنواع الأدبية، كل ألوان الأدب. هنا هذا هو عالم خيري شلبي العظيم. يمكن لو كما طلبت حضرتك في مقدمة السؤال حياة خيري شلبي وانعكاسها على الأدب. أيوة. خيري شلبي طبعا ولد في شباس عمير، وهي قرية تابعة لمركز قلين. وكان مركز قلين في هذا الوقت في 31 يناير 1938 كان تابعا إلى محافظة الغربية، كان تابعا لمحافظة الغربية في هذا الوقت، لم يكن تابعا لمحافظة كفر الشيخ. بالظبط. خيري شلبي ولد لأب أبوه أنجبه بعد أن خرج إلى سن المعاش وهو قرابة 70، وكان يعني واحدا من 17 ولدا وبنتا يا الله. أنجبهم الأب بعد الخروج إلى المعاش. وخيري شلبي هو خيري الثاني في الأسرة نفسها، يعني كان هناك أخ أكبر من سكندرية يدعى أيضا خيري، وكان حافظ إبراهيم شاعر النيل، ونعود إلى شاعر النيل مرة أخرى. حافظ إبراهيم كان حضر سبوع خيري الأول وكتب فيه بيتين من الشعر، وكتبهما بخط يدي بخط مذهب، وكان الأب قد علقهما في صالون البيت، لدرجة أن خيري شلبي كان ينظر إليهما دائما، وكان يعكس هذين البيتين على نفسه، وكان يمني نفسه أن يكون شاعر النيل. حضرتك بتقول 17 ولد، 17 ولدا وبنتا سبحان الله، ذكورا وإناثا بعد سن المعاش، بعد سن ال60، بعد سن ال60. مسألة يعني تقترب من الفانتازيا. ولذلك عالم في الخيال. وهو قبل المدرسة دخل الكتاب، تعلم الكتابة والقراءة وعنده 4 سنوات، وعنده 6 سنوات كان يقرأ القرآن الكريم ويسمع إلى السير الشعبية في منظرة الوالد. الوالد كان عنده كل السير الشعبية في المنظرة. واضح انه متأثر بالوالد، متأثر جدا يعني. بالوالد والأسرة، لدرجة انه عنده 10 سنوات كانوا أبناء القرية يستدعونه لكي يحكي لهم قصة عنترة بن شداد، سيرة أبو زيد الهلالي، تعالى يا خيري خلص لنا أبو زيد الهلالي من الأسر، لكي تحدث النشوة. والنشوة هذه تحدث دائما عند المصريين بانتصار البطل، البطل المخلص. هذا ملأ وجدان خيري شلبي. ثم ذهب طبعا إلى دمنهور ليكمل تعليمه في دار المعلمين، ولكنه لم يكمل هذا التعليم، وخرج من التعليم وعاش طبعا في وكالة اللي هو أرخ لها في رواية عظيمة جدا صارت يعني أحد أهم روايات خيري شلبي، بل أهم روايات خيري شلبي وأهم الروايات العربية، أو من أهم 10 روايات عربية، وصنفت بأنها من أهم 100 رواية، وهي رواية وكالة عطية. أيوة وكالة عطية طبعا. وأيضا استكمل هذه السيرة في موالي البيات والنوم. وأيضا خيري شلبي وأنا قد قابلته شخصيا كتب سيرته الذاتية ووزعها في جميع رواياته. وكالة عطية أعتقد اتعملت مسلسل سنة طبعا، اتعمل مسلسل لحسين فهمي، حسين فهمي وطبعا مسلسل كان ببطولة حسين فهمي ومجموعة من الفنانين. وإن كان المسلسل لا يرقى إلى مستوى الرواية عظيمة، والرواية أخذت طبعا مجموعة كبيرة من الجوائز، ونال من أجلها مجموعة من الجوائز، وما زالت تحظى بمجموعة كبيرة من الدراسات، وترجمت إلى مجموعة من اللغات. كان عايز يقول فيها إيه يا دكتور محمد بيه؟ وكالة عطية يعني إيه الطابق، إيه المين طابق، إيه الموضوع الأساسي في رواية وكالة عطية؟ هو طبعا خيري شلبي بعد أن خرج من المعلمين، وخرج في السنة الأخيرة من المعلمين، يعني حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا. كان من المستحيل أن يعود إلى والده، وهو مصنف الآن، وهو يعني طالب فاشل، فشل في أنه يكمل تعليمه، حدثت له مشكلة في دار المعلمين، يخشى أن يعود إلى بلده. طيب أين أنا أفهم يعيش؟ أنه هو ممكن ما يكملش في سنة أولى، في البدايات، في السنة الخامسة دي الخامسة والأخيرة. ولذلك قلت لحضرتك بأن حياة خيري شلبي هي يعني تجمع بين الواقع والفانتازيا. ولذلك هو أدبه كله يجمع بين الواقع والفانتازيا، الواقع واللا واقع. زي ما حضرتك تفضلت، كيف لباحث أو لطالب يكون في السنة الأخيرة ولا يكمل تعليمه، وهكذا يكون حياة خيري شلبي. في وكالة عطية طبعا يمثل حياة هذا الطالب الذي خرج من مدرسة المعلمين، وحاول أن يجد له مكانا يبيت فيه، عملا بسيطا يأكل ويشرب منه. فكان طبعا أن عاش في وكالة عطية، وهي وكالة
يؤمها الفقراء والبسطاء والمهمشون والعمال السريحة وبعض المنحرفين، يرتدها يعني الفئات. ارتدها هذه الفئات طبعا لتواضع مستواها، وأيضا زهد نفقاتها، قلة النفقات. كان ممكن يعني يجلس بقرش صاغ واحد ليلة وممكن يدفع مثلا 20 قرش في الشهر كله. فسجل خيري شلبي هذا، ولكن طبعا جعل هناك بطلا مختلفا بحيث يظل خيري شلبي بعيدا قريبا. وهكذا خيري شلبي في جميع أعماله يشبه المزني تقريبا. أيوة. المزني حاضر في جميع أعماله وإن كان على مسافة من أبطال أعماله. خيري شلبي فعل الأمر نفسه، ويكاد يكون المزني هو الأستاذ المباشر لخيري شلبي. خيري شلبي كان يعني قدوته، قدوة، معجب جدا بأدب المزني. أدب المزني يكاد يكون سجل حياته كلها في أدبه، سجل حياته كلها في قصصه القصيرة وفي مقالاته. يعني السير الذاتية في الأدب. خيري شلبي فعل ذلك. وعندما يعني قابلته في 2008 وكنت قد زرته في بيته في المعادي أنا والأستاذ الكاتب الكبير محمود عرفات، وكنت في هذا الوقت مشغولا بالسيرة الذاتية. صديقنا العزيز وصديق البرنامج. تمام وله التحية طبعا الكاتب الكبير. وجملة عبقرية، قال الكاتب لا يكتب إلا سيرته الذاتية. والكاتب يعني يدور ويذهب ويجيء، ولكنه في النهاية يكتب ذاته. يعني خيري شلبي، ولذلك قلت ان المفتاح الأول لأدب خيري شلبي هو سيرته، وسيرته موزعة في مجموعة كبيرة جدا من الأعمال. تمام. طبعا يعني تمهيد كويس جدا ومسهب. ده زي ما حضرتك قلت يعني بيبقى في مفاتيح شخصية، ولكن بيبقى طبقا المحطات بقى يعني. نعم. المحطات الأدبية لخيري شلبي. ومن وجهة نظر حضرتك وفي تقديرك الشخصي دكتور محمد، أهم هذه المحطات على الإطلاق. تمام. طبعا خيري شلبي بعد هذه المرحلة من الفشل الدراسي دخل معهد السيناريو، درس سيناريو. أيوة. ثم صار كاتب سيناريو، اشتغل في جريدة الجمهورية صحفيا، ثم اشتغل في الإذاعة والتلفزيون. ده شخصية غريبة جدا. تمام. وأيضا اشتغل معدا لمجموعة من البرامج، برنامج حياتي اللي كانت تقدمه فايزة واصف أستاذنا مشهور كبير طبعا. أيضا اشتغل مع الأستاذ بهاء طاهر في البرنامج الثاني، واكتشف إيه ده؟ 200 نص مسرحي مجهول، لدرجة ال 200 نص مسرحي تقريبا أعادوا النظر في خارطة المسرح المصري كله. يعني يمكننا الآن أن نعيد النظر في كل مسلمات التي ذهب إليها الباحثون في المسرح المصري ونشأة المسرح المصري ونشأة المسرح العربي، لأنه اكتشف 200 نص مسرحي مجهول. 200 نص مسرحي مجهول. تمام. طبعا أذيعت هذه النصوص وكان لها تغطية في البرنامج الثاني أيام الأستاذ بهاء طاهر الكاتب الكبير طبعا. ثم من الإذاعة كتب أهم شيء عرف به خيري شلبي، هو فن البورتريه. ويكاد يكون يعني خيري شلبي لا يشبه أحد، لا في الكتابة الروائية ولا في فن البورتريه. يعني نموذج فذ فريد، هو له بصمة خاصة. يعني يمكن أن نقول مثلا هناك جيل الستينيات يمكن أن تقرأ لبعض الروائيين ويختلط عليك هذا بذاك. يعني إذا فتحت رواية مثلا ولم تنظر إلى كاتب الرواية تقول هذه الرواية ربما تكون للكاتب فلان أو فلان أو فلان من جيل الستينيات. أما خيري شلبي فيستحيل ذلك. أسلوب وحيد متفرد، أسلوب خيري شلبي، ويجمع بين المفاتيح الخمس التي ذكرتها في البداية. تجد خيري شلبي موجودا، تجد السيرة الشعبية، تجد المزج بين الفصحى والعامية، التراث التاريخي، تجد أيضا الحكي الشعبي والانتقال من حكاية لحكاية. شيخ الحكايين ينتقل من حكاية لحكاية كأنه يكتب سيرة شعبية قديمة. أيضا هو وصاف ماهر. هذا الوصف الماهر وكأنه البحتوري هو الذي وكأنه الجاحظ وكأنه ابن قتيبة. هذا الوصف الرائع وتملكه لنواصل الوصف هو الذي جعله يمتاز في فن البورتريه. هو سجل 250 لوحة بورتريه
لوحة قلمية في 9 كتب مستقلة، أو جمعة في 9 كتب لأنه كان نشرها في مقالات ده اعتقد يا مستقلة. فندم هو ده رائد في هذا الفن ولا؟ رائد هو طبعا في قبله يعني عبد العزيز البشري آه. كتب مجموعة من المقالات تسمى في المرآة، وهناك أيضا كتاب آخرون كثيرون كتبوا في فن المقالة الوصفية، ولكن كلهم يصنفون في مستوى بعيد عن خيري شلبي، لأن فن البورتريه الذي كتبه خيري شلبي كتبه بكل الحب. عندما كان يكتب عن شخصية يحاول أن يجمع بين صفات الشخصية من الخارج، وصفها السيكولوجي من الداخل، سماتها العلمية، وكأنها بورتريه صورة فعلا، وكأنها بورتريه، لا وكأنه مشهد سينمائي من الداخل والخارج. يعني عندما مثلا يكتب عن شكري سرحان كأنك تشاهد سين بالضبط مشهد متحرك لشكري سرحان، لعلامات الوجه، لعلامات الحواجب، الحركة الجسمية، اللغة، طريقة الأداء التمثيلي. عندما يكتب عن عبد الوارث عصر، عندما يكتب عن حتى لاعب الكرة، عندما يكتب عن حسام حسن، عندما يكتب عن بليغ حمدي، عندما يكتب عن نجيب الريحاني، عندما يكتب عن سيد درويش. ولذلك قيل بأن خيري شلبي عندما تقرأ له تعتقد بأنه رجل عاش من 1000 عام، كأنه عاش حياة المماليك، عاش حياة العثمانيين، عاش حياة الفاطميين. وهو فعل ذلك فعلا في حكاياته أو في رحلات الطرشجي الحلوجي. ودي رحلة غريبة جدا، يعني رحلة عبر الزمان والمكان لا نجد لها نظيرا في الأدب العربي. يعني على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، الطرشجي والحلوجي، والطرشجي والحلوجي، حتى الكلمة نفسها، حتى الكلمة الطرشجي والطرش اللي هو في قبل الأكل، والحلوى اللي هي ما بعد الأكل. وحتى الاثنين اللي هي يعني الأكلات، الطرشي اللي هو الأكل الحريفة المثيرة للشهوة، مثيرة للرغبة. ولذلك عندما كان يعني زي ما بيسموها فاتحة الشهية، والحلوى طبعا ما بعد الشهية وما بعد الطعام. ولذلك عندما كان يريد أن يصف إنسانا بأنه إنسان مكتمل الإنسانية، عنده فواتح للشهية وفواتح للإنسانية، وعنده إقبال على الحياة، ويمكنك بمقابلة أن تتغير تماما وأن تقابل الحياة بصدر منشرح وبنفس مفتوحة للحياة وحب للحياة. هذا هو الطرشجي. والإنسان الذي إذا فارقته شعرت بأنك قد أكلت الحلوى وقد سعدت وهضمت واستمتعت. ولذلك يعني يقول مثلا في إهداء هذا العمل إلى أحمد رجب الفنان: أفضل طرشجي حلوجي قابلته في حياتي. طرشجي الحلوجي مفيش بعد أحمد رجب. ويصف نفسه أيضا في هذا العمل بأنه الطرشجي الحلوجي. وأيضا هذا النحت من صنع خيري شلبي. والرحلة نفسها تكاد تصف كل خصائص الكتابة عند خيري شلبي في هذا الكتاب. أيضا يفتت الزمن، يذهب الزمن إلى الزمن المعاصر ثم يعود إلى زمن الفاطميين أو المماليك، وكأنه راكب آلة الزمن، يذهب ويجيء، يروح ويجيء في المكان، في الزمان. وهو أيضا كما أحدث تشظيا في الزمان، أحدث أيضا بانوراما لمكان المصري، بين المقاهي المصرية في العصر الحديث والحوانيت المصرية في عصر الدولة الفاطمية ثم في عصر الأيوبيين. عمل بديع، والأبدع منه أن الرجل كما يتحرك في الزمان ويتحرك في المكان يتحرك في اللغة. وهذا أعتقد لم يحدث بعد الجاحظ، إن هذا الرجل كيف يتحرك في اللغة، من اللغة الفصحى العالية، يعني الفصحى في أعلى مستوياتها، ثم يهبط بك إلى العامية في أدنى درجاتها، في درجات الشارع المصري البسيط، في لغة أهل المقاهي. يعني هكذا هو خيري شلبي، نموذج متفرد جميل. ده هو نموذج غريب جدا، عجيب جدا. هو مكتبة مصرية ومكتبة إنسانية ومكتبة عربية متفردة. وأعتقد لو أردنا أن يعني ننصح إنسانا يريد أن يتثقف، يريد أن يقرأ، ويقرأ ببساطة، يقرأ بسهولة، وفي الوقت ذاته يقرأ في كافة المجالات، ويقرأ تاريخ مصر، ويحاول أن يتعرف على المجتمع المصري
وعلى الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في مصر، يمكننا أن ننصحه نصيحة أمينة جدا: اقرأ خيري شلبي. الله. عند النقطة دي تحديدا هنروح لفاصل دكتور محمد، ثم نعود بحضراتكم أعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء الماتع الممتع جدا وخيري شلبي، حدوتة مصرية كبيرة. يلا بينا. من جديد أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، مشاهدي حدوتة مصرية، ونتحدث ونستأنف الحديث عن حدوتة مصرية كبيرة جدا، خيري شلبي. واسمحوا لي أجد تحية ضيف الكريم الأستاذ الدكتور محمد عبد العال. أهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك. وبحيي حضرتك على المتعة والجمال. الحقيقة يعني الشخصيات دي بتبقى الحقيقة يعني محتاجين إن احنا نتكلم عنها كتير، ومحتاجين برضو النشر وشبابنا يتعرفوا على النماذج المضيئة الأدبية الرائعة دي. يعني خيري شلبي ده حاجة يعني نموذج فريد، مدرسة أدبية فريد، مدرسة أدبية بجد. وصلنا بقى بحضرتك إلى يعني نضوج، نقول ممكن نضوج خيري شلبي في الناحية الأدبية وفي الرواية فلو كلمنا عن ملامحه او اهم مميزاته الادبيه او اهم ما يميزه، حضرتك اشرت ان هو له اسلوب متفرد طبعا، يعني طبعا غير كل الادباء والكتاب. فاهم ما يميز كتابه في خيري شلبي. طيب طبعا من قديم الزمن والنقاد ببساطه شديده يعني يقسمون الادب الى شكل ومضمون. شكل ومضمون. طيب إذا أردنا أن يعني نستخدم هذا التقسيم، يمكن أن نقول في المضمون خيري شلبي كان رائدا في ميادين كثيرة جدا. نبدأ مثلا بما سمي في أمريكا اللاتينية بالواقعية السحرية. تمام. واقعية ماركيز طبعا، ماركيز معروفة طبعا. وفي الحقيقة خيري شلبي قد سبق ماركيز إلى هذه الواقعية السحرية فعلا. وكان يمكننا نحن المصريين أن نكون روادا وأن تلتفت إلينا الرواية الأوروبية وأن نزاحم الرواية الأوروبية في عقر دارها كما فعل كتاب أمريكا اللاتينية. لو انتهج كتابنا ما انتهجه خيري شلبي في استخدامه لهذه الواقعية السحرية، وهو كان يرفض أن تستخدم هذه أو يستخدم هذا التعبير أو يستخدم هذا المصطلح الواقعية السحرية، ويقول هو استخدام غربي واقعية سحرية. إنما هو كان يستخدم هذا السحر من السير الشعبية، ولذلك مثلا مليان السير الشعبية طبعا سحر. وكان يرى بأن حياة الناس البسطاء الموال الشعبي مليان في واقع في فانتازيا. الحكايات البسطاء، ابو رجل مسلوخه، حكايه العفاريت، حكايات جدتي البسيطه، حكايات المقابر،
وسنتكلم عن حياة المقابر له فيها طبعا حكايات الجن، الجمادات التي تتحرك، التي تتكلم، الكلب الذي يعرف صاحبه، وهو ايضا عنده شوف روايات. حد حضرتك قد ايه وصل وغاص في التراث الشعبي يعني سبحان الله، ده فكان حاجة فريدة يمكن أن نوجد رواية مصرية تزاحم الروايات العالمية لو كتب يعني 10 كتاب، 7 كتاب، 6 صحيح. كما كتب خير شلبي، لأنه كان جريئا جدا في أن يخوض هذا المضمار، مزج الواقع باللاواقع بالسحر أو بالسحر. وكان يرى أن ليس هناك فرق بين الواقع واللاواقع، نحن نعيش الأمرين ونخرج من اللاواقع إلى الواقع ومن الواقع إلى اللاواقع. كأنه متداخل، كأنه متداخل، في تداخل. يعني يقول لك منامات عم أحمد السماك اللي يختلط عنده الحلم بالواقع. بغلة العرش دي مثلا قصة كانت تحكيها له أمه، وهو كان بيسألها مثلا السؤال التقليدي: ليه إحنا فقراء وغيرنا أغنياء؟ ليه الناس بيجي لها فلوس وإحنا ما بيجيلناش فلوس؟ وده سؤال تقليدي بيسأله الأطفال طبيعي. وخاصة أن خيري شلبي، لأنه قلت لحضرتك في البداية بأن حياته حياة روائية، حياة بيختلط فيها الواقع باللاواقع. يعني جده كان يعمل في الخاصة الملكية، الخاصة الخديوية، فكان يعتبر من كبار الملاك. ثم تحولت ثروة جده الكبيرة الواسعة الذي عنده الجراموفون والاسطوانات والقصر والضيوف ويحضر طبقة غنية أرستقراطية، الطبقة الأرستقراطية الغنية. ثم يتحول هذا الميراث إلى أفدنة قليلة تحولهم إلى طبقة دون المتوسطة في حياة أبيه. فإذا وصل إلى حياة خيري شلبي نفسه عاشوا دون الطبقة الفقيرة. يعني رهيب، انتقال حاد، وفجوة حادة جدا، فجوة حادة جدا. يعني حتى ويقول نحن خرجنا من الطبقة إلى لا طبقة. يا الله. من الطبقة إلى لا، خارج التصنيف. يعني إذا كان في أغنياء وفي طبقة متوسطة وفي فقراء، ويقول نحن خارج هذا التصنيف. طبعا هنا في المضمون خيري شلبي كتب هذا. أيضا خيري شلبي إذا كانت حياة أمريكا اللاتينية تكلمت عن الطغاة والجبابرة والظالمين من الحكام والأعضاء، هو أيضا تكلم عن الفساد. والفساد هو الوجه الآخر للطغيان. فإذا كانت الواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية تحدثت عن الطغاة والجبابرة، هو حياة الواقعية السحرية في أدب خيري شلبي تتحدث عن الفساد في جميع صوره، في جميع طبقاته. ولذلك في المضمون خيري شلبي مختلف تماما. كل رواية فيها جرأة شديدة جدا، فيها عمق، فيها دخول في أعماق الفساد وكيف تكون هذا الفساد ونشأة جرثومة الفساد، وكيف تتكون من يعني معظم النار من مستصغر الشرر. أيضا من ناحية الشكل خيري شلبي يجمع بين الفصحى في أعلى مستوياتها والعامية في أدنى مستوياتها. وأيضا لذلك يعني بعض الباحثين كدكتور سيد البحراوي، دكتور حامد أبو أحمد رحمهم الله طبعا، يقولان بأننا لا نقول، وليس من الصحيح أن نقول أسلوب خيري شلبي، وإنما نقول أساليب خيري شلبي. لأنه لا يمكن أبدا أن خيري شلبي يتبع أسلوبا واحدا في كتاباته، بل داخل النص نفسه يستخدم مجموعة مختلفة من الأساليب زي ما بنطلق يا فندم كده على الدكتور نظرا لمعارفه الكثيرة نقول الدكاترة فلان، الدكاترة زكي مبارك زكي مبارك. أيوة. إنه متبحر جدا في أيضا هنا أسلوب خيري شلبي، أساليب خيري شلبي. يعني حتى يكتب مثلا في العراوي، ويكتب عن صاحب العراوي اللي بيركب العراوي، تجد كل المفردات، الخياطين وأصحاب الخياطة والعراوي موجودة في العراوي. لما يتكلم مثلا عن عمال الترحيل، تجد كل مفردات عمال الترحيل موجودة داخل هذه الرواية. لما يتكلم عن حتى الحشاشين وعالم الحشيش والمخدرات تجد كل هذه المفردات موجودة. لما يتكلم عن عالم الفاسدين وكيف بقى بدأ مصطلح الباكو، مصطلح الخنزيرة، مصطلح الباشا، مصطلح كذا، مصطلح كذا، كل هذه المصطلحات التي نشأت مع بداية
ظهور طبقة جديدة من مستغلي المال أو مستغلي المصالحة بين السلطة والمال في نهاية السبعينيات، نجد هذه المصطلحات بدأت مع خيري شلبي وانتشرت في أعماله الروائية، بحيث يشكل هذا الأسلوب علامة مميزة لهذه الرواية، تكون ناطقة من حيث الشكل ومن حيث مضمون أيضا بما أراده خيري شلبي. أيضا نسج الحكايات المختلفة. خيري شلبي عندما يريد أن يكتب رواية لا يكتبها بالأسلوب المضطرد من خط البداية إلى خط النهاية، ولكن يكتبها بأسلوب الحكايات السير الشعبية، حكايات منفصلة متباعدة، ويترك للقارئ أن يجمع هذه الحكايات في رأسه، أن يجمع ملامح الشخصية، يجمع ملامح المكان، يجمع خط سير الزمان، ثم اللي هو بنسميه المتصل المنفصل. متصل منفصل. يبذل هذا القارئ مجهودا كبيرا مع خيري شلبي. ولذلك عندما تقرأ رواية خيري شلبي مهما كانت كبيرة، يعني الأمالي مثلا تزيد عن 1000 صفحة، عندما تقرأ الأمالي تكتشف بأنك شاركته الكتابة، ولا تمل ولا مطلقا تكل. مطلقا لا يمكن أن تمل من قراءة خيري شلبي. إن الكتابة هو يرتفع بك إلى مستوى عالي جدا، فإذا يعني شعرت نفس طريقة الجاحظ، شعرت بأنك قد تقع في دائرة الملل، يسفل بك إلى عالم الأوباش، عالم الصعاليق، عالم المهمشين، اللغة البسيطة التي تسمعها في الشارع. بل خيري شلبي أيضا استطاع أن يجمع مفردات بيئة الوجه البحري وبيئة الوجه القبلي وبيئة وسط الدلتا، بيئة العمال، بيئة الفلاحين، بيئة الصناع، الصيادين، بيئة التجار، بيئة الصيادين، وهكذا. هذا ما يميز خيري شلبي من حيث الشكل ومن حيث المضمون. أنا بحيي حضرتك جدا جدا، الحقيقة كلام ممتع ماتع جدا. ولكن خلينا برضو يعني ننتقل إلى موضوع آخر بالنسبة لخيري شلبي، الوتد مثلا. نعم. ذاعت صيتها طبعا، ومسلسل فاطمة ثعلبة، وما يميز هذا العمل نعم. بالنسبة لخيري شلبي، وإيه اللي ادى هذا العمل رونق وبهاء وانتشار؟ ذاع صيته ليه؟ طيب أنا يعني هبتعد قليلا عن مسألة الوتد. وكما كان الوتد، كلمة الوتد هي الوتد الذي يمتد بجذوره في أعماق التربة. وتد فاطمة ثعلبة تمثل شخصية المرأة الفلاحة المصرية الجدة التي ينشأ على أعطافها وفي أكنافها العائلة من أبناء الأبناء وأبناء البنات، ثم ينشأون في أحضانها، المهيمنة المسيطرة وكأنها مصر التي أيوة. تجمع أبنائها في حضنها. ونقول كيف بنى خيري شلبي هذا العالم كله. ولذلك خيري شلبي له رواية اسمها لحس العتب. وحتى كلمة لحس العتب، لحس العتب، كلمة لحس العتب طبعا معروفة بأنها في أوساط البسطاء والمهمشين والفقراء، بأن الولد لما يكون عنده مرض عضال فشل فيه الأطباء، يقولون للأم اذهبي إلى الأولياء والحسي الأعتاب. وهو فعلا عمل رواية في هذا الإطار اسمها لحس العتب. ونحن يعني من هذا الإطار، ولن أقول من إطار السيمولوجيا، لأن خيري شلبي كان يكره تماما مصطلحات النقد الحديث، ويقول لو حاسبني النقاد بمعايير النقد الحديث لن أكون روائيا ولن أكون كاتبا. أنا خيري شلبي أحتاج إلى نقد خاص بي. لأني أكتب كتابة خاصة وأحتاج نقدا خاصا، وأنا كتبت أدبا مصريا خالصا وأحتاج نظرية نقدية مصرية خالصة. فأنا من باب لحس العتب وليس من باب السيمولوجيا ولا السيموطيقة سأتناول بعض العتبات لنصل إلى الوتد وكيف تجذر هذا الوتد في التربة المصرية. نبدأ بالأم. في رواية اسمها بغلة العرش. بغلة العرش إذا أردنا أن نرى عتبة هذه الرواية أو نلحس عتب هذه الرواية بمصطلح، أقول بدأت بسؤال لأمي: لما نحن فقراء وغيرنا أغنياء؟
فكانت تجيبه بأنه في ليلة القدر تأتي بغلة محملة بالذهب وتحط عند بيت فلان، ثم يخرج من الخرج ذهب. هذا يأتي في ليلة القدر ولا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل. فكان يرضى من باب القضاء والقدر بأن يكون هناك أغنياء ويكون هناك فقراء. تظهر هنا شخصية الأم. إذن فخيري شلبي متصل بالأم ومتصل بالجدة اتصالا وثيقا، وكون بعض الحكايات التي يختلط فيها التراث الشعبي بالفانتازيا، بطين مصر، بمكانة المرأة المصرية التي تربي وتنشئ الأجيال داخل مصر. شخصية فاطمة ثعلبة، هذا الوتد موجود في كل الروايات، هذا في بغلة العرش. طيب، ولذلك نجد ان بغلة العرش دي نظرية الوتد عند خيري شلبي تبدأ عنده بقصة قصيرة، قصة قصيرة سماها ليالي عائشة، والقصة كتبها بطابع شعري لدرجة ان بعض الجمل اذا اردت ان تزنها بميزان العروض تأتي معك على بعض الأبحر الخليلية. ثم أعاد نشرها مرة أخرى في 3 قصص قصيرة ألحقها برواية السنيورة، ثم حاول أن يكتبها مسرحية، وفي النهاية كتبها رواية. هذا هو خيري شلبي، نظرية الوتد عنده، كيف يعمق هذا الأمر ويصل بالوتد إلى عمق التربة المصرية، إلى عمق الأعماق، حتى في الجنس الأدبي. يبدأ بقصة قصيرة، قصة شعرية، ثم 3 قصص، ثم مسرحية، ثم رواية، وكأنه رجل عابر للزمن، عابر للمكان، عابر للطبقات، وعابر أيضا للأجناس. دي صفاته بقى، احنا اتفقنا، وعابر أيضا للأجناس الأدبية، الأدبية. كل هذه الأشياء. هذه هي شخصية الأم وأيضا شخصية الجدة. طيب، في كتابي في المسرح المصري المعاصر، طبعا هو له باع كبير جدا في المسرح، وكان يريد أن يكون كاتبا مسرحيا إلى أن وجد أن المسرح المصري ليس بخير. يكتب هذا الإهداء في كتاب المسرح المصري المعاصر: إهداء إلى زوجتي التي شاركتني الحياة بمرها وحلوها ومرها. هذا هو الدهاء، دهاء خيري شلبي، دهاء الفلاح المصري ومكر الفلاح المصري، اللي هو المكر النبيل، المكر اللطيف، مكر الطفولة، مكر العبث الذي فيه الظرف وفيه الفكاهة وفيه البسمة وفيه الذكاء وفيه المرح. بمرها ومرها. طبعا هذه المرأة زوجاته أيضا. نتحدث عن فاطمة ثعلبة وقصة الوتد عبر جميع روايات خيري شلبي وعبر جميع أعماله، ومن خلال هذا المصطلح لحس العتب. هذه المرأة تزوجته وهو فقير. العجيب جدا لخيري شلبي كان عنده 5 كتب ويعاني من تكاليف الحياة ولا يستطيع، وهو عنده 5 كتب ومنها كتاب طه حسين، محاكمة طه حسين، يعني الذي طبعا يعني أحدث ضجة كبيرة جدا في العالم العربي كله، لأن طبعا كان قضية العصر بالتعبير الدارج كده كسر الدنيا بالضبط كده بالضبط. ومع ذلك وجد خيري شلبي أنه لابد أن ينزل إلى الشارع ويعمل بإحدى الحرف، فذهب إلى ترزي عربي يشتغل عنده عراوي، يصنع العراوي، وكتب رواية العراوي في هذا الأمر. في رواية السنيورة يقول إلى ولد الحبيب زين العابدين، طبعا الكاتب الكبير زين العابدين اللي كان رئيس تحرير جريدة القاهرة: كان صراخك في المهد يكاد يمنعني من إتمام هذه القصة. هذا الإهداء فيه الحنان وفيه أيضا العبث وفيه الشكوى من بكاء الأطفال الذي يعطل الآباء عن أداء العمل. هذا الإهداء إذا أردنا أن نمده بنظرية، حضرتك يعني بتعبير واحد أراد كم معنى؟ هذا المعنى إذا أردنا أن بنظرية الوتد أن نمده في الأعماق، نجد هذا التعبير عند المزني في خيوط العنكبوت. والمزني كما ذكرت آنفا الأستاذ المباشر لخيري شلبي والنموذج الذي يحتذيه خيري شلبي. يقول المزني في خيوط العنكبوت: إلى ابني الصغيرين رضا عبد القادر المازني
الذي أوفى على السادسة، وعبد الحميد عبد القادر المازني الذي شارف الرابعة، اعترافا بفضلهما علي وشكرا لمعوناتهما لي، فلولا عبقريتهما لظهر هذا الكتاب قبل عامين. هذا ما يذكره خيري شلبي بنظرية الوتد. هذا الوتد موجود عند المزني، هذه الروح الفاكهة، الروح المرحة، الروح المصرية، روح العبث والفكاهة والذكاء، أيضا الاهتمام بالأسرة. طيب، في كتابه كتب وناس، وهو أيضا من الكتب التي جمعت فن البورتريه الذي توزع في 9 كتب، وهو عبارة عن 250 شخصية رسمها خيري شلبي بقلمه، حتى قيل بأنه تفوق على الفنان التشكيلي العظيم حسين بكار. يقال ما رسمه خيري شلبي بقلمه تفوق على ما رسمه بريشات. ايوه، بكار بريشات. يقول إهداء إلى حاتم حافظ ولد الثالث. من هو حاتم حافظ؟ هو طبعا الأستاذ الدكتور حاتم حافظ، هو أستاذ في أكاديمية الفنون، وهو زوج ابنته الصغرى إيمان عليها رحمة الله. نجد هنا هذا الامتداد من الجد، الابن، البنت، للحفيد. طبعا هو عنده ولدين، الكاتب الكبير طبعا زين العابدين، والمخرج إسلام، وحاتم حافظ هذا هو زوج ابنته. وفي الوقت ذاته هو الذي كتب له مقدمة كتاب عناقيد النور، وهو أيضا كتاب في فن البورتريه. طيب، نمد الوتد في أوراق البنفسج. يقول إلى حفيدي يحيى حاتم، ابن حاتم هذا وابن إيمان، حفيده من إيمان، حفيده من بد. وهناك يكتب لحاتم، يكتب خيري فقط، هنا يكتب خاء شين، كأنه يريد لهذا الحفيد أن يمد الخط على استقامته. هذا نظرية الوتد. فاطمة تعلبة. شوف حضرتك، كل ده روافد اللي حضرتك للوتد. هذا الوتد اللي يمتد من فاطمة تعلبة للأبناء للأحفاد هو حياة خيري شلبي نفسها، هي حياة المصري الصميم الذي يخوض من حياة الجد للأبناء للأحفاد. يقول أيضا في إهداء رواية زهرة الخشخاش إلى حفيد الثاني زين حاتم حافظ. هكذا تمتد المسألة. في روايته اللعب خارج الحلبة، إهداء إلى ابنتي العزيزة ريم، طفلة عام 70. والملاحظ أيضا أن خيري شلبي يوقع تحت كل هذه الإهداءات بكلمة واحدة: خيري، كأنه نموذج للبساطة. لا يقول والدك، البساطة الشديدة، وكأنه هو كما كتب عن المهمشين هو مهمش. يقول خيري، كأنه واحد منهم، لا يقول والدك ولا يقول لفلان، وهو يبدو أنه راضي راضي كل الرضا. حتى كلمة خيري نفسها فيها نوع من القرب ونوع من الألفة. وفي الحقيقة كل كتابات خيري شلبي تشعرك من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة بهذه الألفة، وأنت تقرأ خيري شلبي تشعر بهذه الحميمية، بهذا الصدق، تشعر بأنك واحد من هؤلاء الذين يكتب عنهم ويتمثلهم في سرد. لا أريد طبعا أن أستطرد في كل هذه الإهداءات، ولكن نظرية الوتد، نظرية لحس العتب، تجدها تجمع كل إنتاج خيري شلبي، وهذا مدخل صالح لقراءة كل أعمال خيري شلبي، سواء في جنس الرواية أو القصة القصيرة أو المقال أو البورتريه أو فن السيناريو وما إلى ذلك. دعني أنتقل بحضرتك دكتور محمد، وكلام شيق جدا يعني ممتع، لتحديدا محاكمة طه حسين. نعم. ماذا عن هذا الكتاب وهذا المؤلف، ولماذا، وماذا كان يريد أن يقول محاكمة طه حسين؟ جميل. هو يعني كما ذكرت في البداية، خيري شلبي هذا الذي يبدو بسيطا جدا جدا ومهمشا، هذا رجل عبقري وذكي، وعنده نوع من المكر النبيل، يعني كما ذكرت. إذا رأيت خيري شلبي حتى هو يلبس البدلة عبقرية فذة، تشعر بأن البدلة غريبة،
تشعر بأنه رجل يلبس الجلباب والصديري تحت البدلة، لذلك تجده مبتسم ابتسامة كده فيها نوع من المكر والتخاوف، وكأنه يجمع ما بين الاثنين، الجلباب لا، هو كأن البدلة غريبة، غريبة عنه، كأن البدلة غريبة، يعني هو الأصل فيه الجلباب، الأصل في الجلباب يمثل حياة العمق. ومع ذلك هذا الرجل كان يبحث عن الحرية. الحرية. وإذا أردنا أن نقول إن كل كاتب حقيقي تتلخص رسالته في كلمة واحدة هي الحرية، رسالة الكاتب النبيل دائما تكون في كلمة واحدة هي الحرية. خيري شلبي ما علاقة الحرية بكتاب محاكمة طه حسين؟ القضية الكبرى التي شغلت النصف الأول من القرن العشرين وما زالت تشغله طبعا، بس ولكن بدرجات أقل في النصف الثاني من القرن العشرين، هي قضية كتاب طه حسين الشعر الجاهلي. هذه القضية طبعا انتشرت انتشار النار في الهشيم، وحدث استجواب في البرلمان، وحدث ان بعض الطلاب في المعاهد العليا بدأوا يرفعوا شكوى للأزهر الشريف بمحاكمة هذا الخارج عن الدين، يقصدون طبعا طه حسين. خيري شلبي وقع على مخطوط نفيس جدا، وكتب كيف وقع على هذا المخطوط. ما هو هذا المخطوط النفيس؟ هو التحقيق الذي أجراه رئيس نيابة مصر محمد نور، هذا الوكيل النيابة المثقف الشريف النبيل الواعي المصري الواعي الديمقراطي الذي غير مسار الثقافة في مصر. نستطيع أن نقول هذا الرجل من الذين غيروا مسار الثقافة المصرية، محمد نور وكيل النيابة المثقف الواعي. كيف فعل هذا محمد نور؟ محمد نور عندما جاءته قضية طه حسين لم ينظر إليها على أنها قضية جنائية ولا على أنها قضية تجديف ضد الشريعة الإسلامية ولا ضد الدين، نظر إليها في سياقها الطبيعي أنها قضية حرية البحث العلمي، حرية البحث، قضية الحرية عموما، قضية الديمقراطية، كيف يعبر الباحث عن وجهة نظره بلا قيود. محمد نور كان يعرف أنه أمام مفترق طرق، إما أن يعود بمصر إلى القرون الوسطى وإلى استبداد رجال الدين وإلى استبداد بعض الذين يسيطرون على البحث العلمي أو يرهبون الباحثين، وأن تنطلق مصر بباحثيها وعلمائها إلى الأمام. قرأ كل الكتب التي ردت على طه حسين وعالج القضية على أنها قضية علمية، ولذلك كان الاستجواب عبارة عن تحقيق علمي وليس تحقيق جنائي. خيري شلبي عندما وقع على هذا المخطوط طبعه، وطبع في الحقيقة في أول مرة خارج مصر، ولكنه حقق رواجا كبيرا جدا، وبدأ خيري شلبي يجد في هوامش الباحثين في الأبحاث العلمية، لدرجة أنه أراد أنه يعيد تحقيق هذا النص ويعيد نشره بعد أن يضيف إليه هوامش مهمة جدا، بعد أن كان قد قرأ كل ما أحيط بهذه القضية، ولكنه اكتفى بأن يكتب مقدمة ثانية للكتاب وأن ينشره في مصر، وكان مطلوبا جدا بين طوائف كثيرة من المثقفين. هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها أو أخرجها خيري شلبي، لأنه يكاد يكون خرج النص، خرج النص. وهذا النص من العجيب جدا أنه حصل عليه عند بائع كتب قديمة، سبحان الله، ومكتوب يعني في مطوية عند بائع كتب قديمة، ولكنه حصل عليها في بين الكتب. ومن الطريف أنه لم يدفع ثمن هذا المخطوط، لأنه وضعه في البائع وجدوا أنه شيء يعني مهمل لا يستحق يعني يدفع له ثمنا. وكان لهذا الكتاب هذه الأهمية الكبيرة جدا جدا. نشر أيضا في مجلة فصول، ثم نشر طبعات متعددة، وما زال الكتاب يحظى باهتمام شديد لدى الباحثين المصريين والعرب، وصار علامة فارقة في علامات خيري شلبي. أنا بحيي حضرتك جدا جدا دكتور محمد على هذا اللقاء، ولكن قبل ما أختم لأن احنا تجاوزنا الوقت بكثير، وحضرتك أشرت واحنا قلنا خيري شلبي محتاج حلقات وحلقات. يعني سؤال كده سريعا، يعني حضرتك هل نال
خيري شلبي ما يستحق من تكريم؟ هو في الحقيقة على المستوى المصري خيري شلبي طبعا فاز بالجوائز المصرية المعروفة، جائزة دولة التشجيعية، جائزة دولة التقديرية، جائزة نجيب محفوظ، جائزة الجامعة الأمريكية، جائزة معرض الكتاب، وسام العلوم والفنون. كل هذه تقريبا هي الجوائز المصرية الموجودة التقليدية، ورشح إلى جائزة نوبل. نوبل. ولكن في الحقيقة يجب أن يكرم مثل خيري شلبي تكريما مختلفا، بأن يعني يكون هناك معهد لدراسات الفن الشعبي، معهد للدراسات التي تتناول الأدب المصري، وكان هناك أيضا طيار يدرس الأدب المصري، وكان في كرسي للأدب المصري في الجامعات المصرية. إذا أعيد هذا الكرسي في الجامعات المصرية سينال خيري شلبي ما يستحق من درس، لأن خيري شلبي يحتاج عشرات الدراسات المتخصصة، لأن هذا الرجل في الحقيقة هو الذي مثل خلاصة الشخصية المصرية. إذا أردنا أن نقول عصير الشخصية المصرية هو الذي استوعبه خيري شلبي ومثله في رواياته وفي أدبه كله. تمام. يعني أنا في نهاية اللقاء يعني بتقدم لحضرتك بخالص الشكر فعلا دكتور محمد، أثريتنا بهذا اللقاء. الحقيقة لقاء ثري جدا، لقاء ممتع جدا جدا، لقاء مفيد جدا جدا، أكاديمي وخلاص. يعني برضو يعني حاولنا نبعد عن الأكاديمية شوية، لكن خيري شلبي فعلا يستحق ويستحق. هذا الرجل كان حدوتة مصرية بجد يعني. صحيح. يعني ده نموذج فريد عبقري، هو من الكتاب القليلين الذي يستحق أن يكون حدوتة مصرية فعلا. ده حقيقي. نعم. بشكر حضرتك دكتور محمد، استاذ دكتور محمد سيد علي عبد العال، استاذ الادب والنقد بكليه الاداب جامعه العريش. شكرا بحضرتك يا فندم، وان شاء الله نلتقي مرات اخرى في مناسبات اخرى ونتحدث عن قامات كبيره. مصر زي ما حضرتك اشرت، مصر عظيمه جدا وولاده وابنائنا ونشئنا يتعلموا ويشوفوا دول هم القدوات، الثروه الحقيقيه والثروه الحقيقيه اللي هم المفروض نشئنا يعرف دول. نعم. يعرفوا قيمه مصر الحقيقيه، وهي قيمه مصر الحقيقيه. نعم. شكرا جزيلا دكتور، شكرا. اعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهايه هذه الحلقه وهذا اللقاء الممتع جدا جدا، كان عن خيري شلبي، حدوته مصريه كبيره جدا. ان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه، حتى ذلك الحين لكم مني اطيب المنى، تحياتي وتحيات فريق العمل. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.